ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل محشي البتنجان الخطير ومحشي الفلفل اللي كلنا بنعشقه. جميل جدا جدا يا حبايبي. هنعمله بخلطة جبارة وبطريقة سهلة جدا وسريعة. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، قورت البتنجان كويس قوي. التقوير حاولي تظبطي ايدك في التقوير، يعني ما يكونش رقيق قوي وفي نفس الوقت ما يكونش يعني تخين قوي عشان ما يبقاش ممرر. والفلفل برضو شلت منه البذور زي ما انتم شايفين بطريقة جميلة جدا جدا. الفلفل من الحاجات اللي بتدي ريحة جميلة جدا جدا للمحشي البتنجان، بتخلي الريحة بصراحة تحفة. اهو يا حبايبي شايفين غسلته كويس قوي، وهبدأ دلوقتي اشتغل على الخلطة بتاعتنا الجميلة. عندي هنا الرز غسلته وصفيته كويس قوي. طبعا لو الرز عندك انت عارفة ان هو بياخد سوا كتير او من النوع اللي بياخد قعد كتير، حاولي تنقعيه 10 دقايق قبل ما تشتغلي بيه. بعد ما تغسليه كويس انقعيه في مية نظيفة. عندنا هنا يا حبايبي البهارات، ده فلفل اسمر، وعندي كمان دي 7 بهارات، ودي كمان بهارات جميلة جدا جدا. ده كمون، وده حبهان مطحون، ودي شطة. وهنا يا حبايبي برضو دي بهارات جميلة جدا جدا، ريحتها في منتهى الجمال. جوز الطيب برضو حبهان مطحون، وده الملح الأبيض. هنبدأ دلوقتي يا حبايبي ونقول بسم الله. عندي أول حاجة هحطها على الرز دول بصلتين كبار مبشورين، بشرتهم كويس قوي. وهأكد عليكي تاني برضو، لو الرز بياخد سوا كتير، او لو الرز انت عارفة انه بياخد قعد كتير، هتسيبيه 10 دقايق في المية، منقوع في مية نظيفة قبل ما تشتغلي بيه عشان يبقى مستوي معاكي. دلوقتي انا حطيت البصل المبشور وحطيت التوابل وحطيت الخضرة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وعندي هنا طماطم مبشورة برضو هضيفها للخلطة بتاعتنا. عايزه اقول لكم خلطه جميله جدا جدا وبتدي طعم وريحه حلوه قوي للمحشي البتنجان. عندي هنا يا حبايبي معلقتين كبار من السمنه او الزبده، وعندي كمان الزيت بيخلي المحشي بتاعنا مفلفل وجميل. اقلب كل المكونات الجميله دي مع بعضها. عايزه اقول لكم الريحه تحفه بجد. التوابل اللي انا حطيتها ال7 بهارات، وكمان الحبهان المطحون مع جوز الطيب المطحونة، خلطة كده من التوابل. انا جايباها من الموسكي، جميلة جدا جدا. هحط معلقة كبيرة من البابريكا، وهحط كمان صلصة عشان تدينا لون جميل للخلطة بتاعتنا. وهقلب كويس قوي يا حبايبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الله على الريحة، بجد الريحة مش عارفة اوصفها لكم، جميلة جدا جدا جدا. وهكون مجهزة جنبي الصواني. طبعا هندخل المحشي بتاعنا الفرن بعد ما نديله شوية تسوية على البوتاجاز من فوق. هدخله الفرن عشان يبقى مستوي كويس، وهبدأ اعبي المحشي البتنجان بالخلطة الجميلة بتاعتنا دي. طبعا مش هخليه، يعني مش هسحمه قوي او مش هملاه قوي، هيبقى مهوي كده. وكمان يبقى فيه مسافة كده من فوق، ما يبقاش مليان للاخر، لان طبعا الرز بيزيد معانا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هنشوف مع بعض واحدة كمان. خلطة سهلة وسريعة ومش بتاخد معاك وقت خالص، هتخلي يعني الهم والتقل بتاع المحشي ان انت تقولي لا ده المحشي بياخد غلبة وبياخد هدة وبيتعبني، كل ده هي الخلطة دي هتهون عليكي كل التعب ده، لانها مش بتاخد معاكي وقت خالص. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، هبدأ ارصه في الصينية بالشكل الجميل ده. وكمان هيبقى عندي صينية تانية برضو هبدأ احط فيها الفلفل، وبرضو نفس الحكاية الفلفل مش هملاه برضو قوي للاخر،
هدي مساحة للرز بحيث لما يزيد ما يطلعش بره ويطلع في الصينية او كده يعني. اهو يا حبايبي بالشكل ده. التتبيلة دي هتعجبك والخلطة دي بجد هتعجبك جدا جدا وهتعجب اولادك وهتبهري ضيوفك، بجد حاجة جميلة. مجموعة توابل ريحتها بجد نفاذة، مش زي التوابل اللي بنجيبها من المحلات من هنا. المحلات في الموسكي بتبيع توابل بجد رهيبة. عندي هنا حبايب الشوربة بعد ما غليت برضو حطيت فيها الحبهان، وحطيت كمان معلقة من السبع بهارات وقلبتها كويس قوي قوي عشان تدي للشوربة ريحة جميلة، وكمان تدي للمحشي بتاعنا طعم جميل. وهظبط الملح بتاع الشوربة، وبرضو هكون مظبطة الملح بتاع الرز وبتاع الخلطة الجميلة بتاعتنا. شايفين يا حبايبي شكله بعد ما حطيته في الصواني ورصيته بالشكل الجميل ده. اهو يا حبايبي هبدأ احط عليه الشوربة المغلية. الشوربة مش هتغطيه قوي، يعني هيبقى يعني نص البتنجانية كده، مش هتغطيه قوي عشان يبقى مفلفل. وبرضو هحط على الصينية التانية الشوربة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حابة تسويه على عيون البوتاجاز من فوق وتحطيه يعني ياخد لون في الفرن كويس قوي. حابة تحطيه زي ما هو كده، بس تحطي على الصينية ورق ألمونيا. برضو ورق الألمونيا بيكتم البخار وبيسوي المحشي بتاعنا تسوية جميلة جدا جدا. اللي متوفر عندك اعمليه. انا دلوقتي هحطه على عيون البوتاجاز واخليه يستوي كويس قوي على عيون البوتاجاز من فوق. بعد كده هدخله الفرن ياخد لون وريحة حلوة. وده يا حبايبي بقيت المحشي عملتهم في صينية صغيرة زي ما انتوا شايفين، وبقى شوية رز بالشكل دوت حطيتهم في ورقة، اي ورقة عندك من بتاعة الكراسة هتحطي فيها الرز هتقفلي الورقة كويس قوي وهتقلبي الورقة كده على وشها هيستوي وهيبقى مفلفل وجميل قوي قوي. الطريقة دي حلوة قوي عشان طبعا ما ترميش بقية الرز اللي يتبقى منك. طبعا هنوفر وهندبر على قد ما نقدر. اهو يا حبايبي بالشكل ده. وبرضو هسقيها شوربة والشوربة تكون مغلية. بعد كده يا حبايبي هحطه على عيون البوتاجاز وهكتم عليه بغطا. الغطا لازم يكون حابك كويس قوي عشان يسويلي المحشي كويس. اهو شايفين شكله جميل ازاي، بجد تحفة جميل جدا جدا. طبعا ده شكل الصواني بعد ما حطيتهم على البوتاجاز من فوق بدأوا يغلوا كويس قوي كده. وهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين استووا المحشي في المرحلة ديت. طبعا المية قبل ما تنشف او القعد بتاعه قبل ما ينشف بدخله الفرن. وده يا حبايبي شكله بعد ما طلعته من الفرن، بجد تحفة جميل جدا. عايزة اقول لكم ريحته كانت جايبة لحد اخر الدنيا، بصراحة ريحته جميلة 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 من غير تسبيك ومن غير هدة حيل ومن غير غلبة. كل الحاجات ديت بتبقى صعبة جدا على الصحة ومش مفيدة. طبعا لما تعمليه ني في ني كده جميل جدا جدا وصحي ومفيد. وده يا حبايبي شكله في طبق التقديم، بجد شكله تحفة. هنقدمه بطريقة جميلة كده عشان لو هتقدميه لضيوف او لأولادك تبقى حاجة كده جميلة وحاجة مشرفة وحاجة كده تبهريهم. وده يا حبايبي الرز اللي انا حطيته في الورقة استوى جدا وجميل وبقى مفلفل زي ما انتم شايفين. طبعا دول بس شوية الرز اللي اتبقوا مني مش كتير. اهو يا حبايبي شكله في الاطباق حاجة كده بجد تحفة. وعليه الفلفل بقى مديله شكل كده يعني دلع جامد يعني جميل جدا جدا. جربيه على طريقتي هيعجبك قوي قوي.
وده فيديو النهاردة، اتمنى ينول اعجابكم. اترككم في رعاية الله وامنه، بحبكم جدا في الله، والسلام.